اتفضل قولوا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. هذا يوم مشهود جمع الله سبحانه وتعالى فيه القلوب وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، رغم أنف كل العلمانيين، رغم أنف كل الكارهين الإسلام والمسلمين. هذه مصر، هذه مصر التي تحافظ على الأقلية التي لم تحافظ علينا، وتحترم رغبة الأكثرية في أن يطبق شرع الله قرآنا وسنة، وهم لا يحترمون حكم الأكثرية. نحن نعطيهم كل حقوقهم في أن يعتقدوا ما يشاءون، لكننا لا نستطيع أبدا أن نهمل رغبة هذا الشعب بكل فئاته، إخوان وسلفيين وجمعية شرعية وأنصار سنة ودعوة تبليغ وجماعة إسلامية، الكل بفضل الله عز وجل اجتمع اليوم ليعطي رسالة. نحن الشارع، نحن جمهور الشعب المصري، نحن الثورة. لا تلتفوا وتذهبوا لتأخذوا عمولات من الشرق والغرب لتخدموا أجندة في الغرب. أنتم كنتم حاكمون ل50 عاما أزلاما وأذيالا لنظام فاسد بائد كنتم تطبلون له، واليوم تريدون أن تعود الكرة. لن تعود عقارب الساعة إلى الوراء. الله أكبر. نحن عاهدنا الله أن يطبق شرع الله في بلادنا. الله أكبر. وبشرع الله وبشرع الله سنحفظ حقوق المسيحيين، وبشرع الله سنحفظ حقوق أي إنسان، لكن غضبة واحدة ستكون منا يعرفها العالم كله يوم أن نخرج جيشا واحدا لتحرير القدس. وأقول لأمريكا انتظروا قليلا، إن الشعب المصري ليس تحت أيديكم كما كان حسني مبارك وعمر سليمان وحكومته. إن الشعب المصري فقط يسجد لله ولا يأتمر إلا بأمر الله. وأنا أدعو نتنياهو أن ينفذ تهديداته. إنه يهدد أن الحاكم العسكري لا يستطيع أن يحمي سيناء، وأننا نريد أن نحتل سيناء. نحن نرحب بك، أقبل ولا تخف، إنك من الهالكين. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. لكننا لن نقف عند حدود سيناء، نحن سنغزو غزة والضفة ونحرر القدس وفلسطين من أيدي الصهاينة المعتدين أجمعين إن شاء الله بإذن الله تعالى. أخيرا شيخنا وصية للإخوة الدعاء والعاملين في الإخوة الدعاء ألا نتفرق أبدا. كل مسجد من مساجد المسلمين، وأن المساجد لله. نريد كلمة ناس كله يسمع بس. هو شغال. نحن نوصي كل الدعاء أن يفطروا في رمضان مع بعضهم من الإخوان والسلفيين والجماعة الإسلامية وكل الأنصار والحواريين. أجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا، نفطر معا ونقول للعالم نحن اتحدنا تحت مظلة القرآن والسنة. الشعب يريد تحكيم شرع الله. الشعب يريد تحكيم شرع الله. الشعب يريد تحكيم شرع الله. الشعب ونريد كل مسجد يخطب فيه واحد من الإخوة السلفيين، ثم يخطب فيه واحد من الإخوان، واحد من الجمعية الشرعية، واحد من الجماعة الإسلامية، واحد من دعوة التبليغ. الخواطر يجتمع لها الكثير، وبفضل الله عز وجل عندما طلبت مني قناة الناس أن يكون لي برنامج وحدي، قلت لهم سآتي بشيخي الشيخ محمد عبد المقصود لأتعلم منه ولنكون معا في برنامج واحد. وسترون برنامجا واحدا لنا معا بإذن الله عز وجل. وعقدنا جلسات حوارية بين قيادات كل التيارات الإسلامية، وأشهد الله أن الجميع أتى راغبا في التقارب والتوحد، وكانوا على قدم واحد في الحب والصدق، أن